مساء الخير، ازيكم يا شباب؟ اخباركم عاملين ايه؟ معاكم غنوم بفيديو جديد كالعاده. اتمنى تكونوا كويسين ومبسوطين. الفيديو ده من الفيديوهات الطويله اللي بتنزل على اليوتيوب بس، فعشان كده اتاكد انك انت عامل سبسكرايب ومشغل الجرس علشان ما يفوتكش اي جديد. الفيديو ده انا حابب اتكلم فيه عن الاضاءه اللي انت بتشوف اغلب اليوتيوبرز، اللي هو انا واحد منهم يعني، او اي حد بيعمل فيديو على اليوتيوب او اي منصه بيهتم بيها. انت بتشوفه في الوان زي ما انت شايف، فانا حابب اوضح لك انا ازاي بحول الفيديو من ده لده. اول حاجه الاضاءه دي حاجه مهمه جدا جدا، وانا يعني ممكن تلاقي ناس كتير في يوتيوب بتعمل الفيديو ده، بس دايما بتعمل بالجوتكس اوكتا ال 120 او ال 90، وتعمل بالجوتكس برضو اس ال تقريبا اس ال 60، ودي تقريبا اضاءه بس كده من غير حامل بنتكلم في حوالي 6000 جنيه. انا عملتها كانتش السعر ده، يعني انا كنت جايب حاجه كده زي ستاند، كنت جايب بتاع كده بتركب، هتشوفوا الكلام ده لو بتكلم دلوقتي. كنت جايب بتاع برضو كده بتركب، هتحط عليها لمبتين، اللمبتين دول عادي لمبتين ليد. جايب امبريلا او شمسيه. مفروض ان انا جبت من ده قطعتين على ما اتذكر، ما كانوش تقريبا واصلين ل 2000 جنيه وقتها. الكلام ده تقريبا من 3 سنين فاتت او من 4 سنين فاتت. هحاول لو انا قدرت افتكر اللينكات هسيبها لكم تحت في الديسكريبشن. اللي انا عايز اقوله بقى ان انا يعني انا مش اللي هو وصلت بجوده الفيديو ان انا صرفت مثلا اضاءه 8000 9000 جنيه فجاي بقول لك يلا نبدا مع بعض، وممكن تبدا بوضع او اضاءه ارخص او حاجه ارخص. لا، انا حاليا لسه في الارخص، يعني مش محتاج حاليا ان انا اجيب الجودكس ال 120 دي والستاند بتاعها والتانيه الجودكس اس ال 60، لان اسعارهم زي ما انتم شايفين اسعار فلكيه خصوصا في الوقت ده. لكن انا قدرت اعمل بتكلفه اقل شويه الشكل اللي انتوا شايفينه ده. انت محتاج تصرف عليه اكتر حاجه عندك في الفيديو اللي هو الكي لايت بتاعك، اللي هو المصدر الاضاءه الابيض اللي انت شايفه عليه دلوقتي، اللي هو كان افضل من اللمبه النيون العاديه او اللمبه الليد حتى العاديه. الكي لايت ده هو مصدر الاضاءه اللي بينورك انت، والمفروض انه ما ينورش الخلفيات اللي وراك، بمعنى ان الخلفيه وراك او الباك جراوند بتاعتك تبقى خافته في الاضاءه شويه، او لو قدرت كمان تخليها مطفيه خالص اتس اب تو يو على حسب الثيم اللي انت عايزه في الفيديو. الكي لايت ده لازم يكون ناعم وهادي، بحيث انك لما انا احرك ايدي كده ما يبقاش في ظل عليا. انا طبعا بحاول اعمل ده. الكي لايت بتاعي اللي هو اللي انا اتكلمت فيه، قلت ان هو عباره عن امبريلا واللمبه، وحاطط كمان زي فوطه كده على اللمبه عشان ما ترميش اضاءه تنور الباك جراوند اللي ورا، لان ده امبريلا مش اوكتا بوكس او مش سوفت بوكس كده مقفول، فاللمبه او الاضاءه طالعه من مصدر واحد. لا، انا اللمبه لما بشغلها بترمي على الامبريلا، بس في نفس الوقت بترمي وراها وترمي فوق وتحت وكل حاجه، فانا حاطط الفوطه دي عشان اوجه الاضاءه. 2017 لما عملت اول اضاءه، حرفيا انا جبت علبه لبن اللي هي الحديد او المعدن. ليزا بتتفرج على الفيديو فاول مره ما كنت تعرف الكلام ده. انا جبت علبه لبن، وجبت تقريبا كرتونه اللي هي مقواه دي، وقعدت اقطع بكتر كده واعمل لزق، اللي هي اللي انتوا شفتوها في فيديوهات كتير ناس بتتكلم عنها، اللي هو ازاي تصنع اضاءه في المنزل. لو السيرش ده على اليوتيوب هتلاقي في واحد بيقول لك ازاي تصنع اضاءه من المنزل، هتلاقي جايب كرتونه، او ممكن يكون في ناس كمان ادفانسد شويه بتجيب اللي هي حاجه شبه المواسير بتاعه الميه اللي لونها ابيض دي، بتركبها في بعض وتعمل منها شكل ما اعرفش ايه هو. بس انا كنت من الناس اللي جابت علبه اللبن دي، حطت فيها اللمبه بعد ما خرمتها، وجابت بتاع الالواز دي السوداء، وانا بحكي معاكم القصه عشان تعرفوا المعاناه اللي انا بدات بيها. احط فيها اللمبه، وكده اللمبه بقت جوه علبه اللبن، مفيش لبن طبعا في علبه اللبن. وبجيب بعد كده الورق ده بلزقه بحيث انه ياخد شكل السوفت بوكس المربع اللي انتم ممكن تكونوا بتشوفوه في الاستوديوهات. وبعدين جبت اللي هو الورق الزبده، رحت حاطه من فوق كده في الورقه بتاعت اللي هي المربع دي عشان يبقى معايا السوفت بوكس، ولزقته. وبقيت بشغل بقى اللمبه بالفيشه عادي خالص، ومفيش ستاند كان وقتها، كنت بحطه على ترابيزه جنبي، بحطه على الارض جنبي. كنت حرفيا انا ما اتذكر كانت ترابيزه صغيره كده اللي بصور عليها وموجوده في البيت او في الاستوديو القديم بتاعي. كنت بحط عليها الاضاءه دي، وما كنتش اعرف جامد في اللي هو الكي لايت والفيل لايت او الباك لايت والجو ده، ما كنتش اعرف في الكلام ده. في نفس الوقت ما كانش معايا اللي انا اقدر بيه احاول اطور من الاضاءه بتاعتي. انا برضو مره تانية ليه بحكي المعاناه دي؟ عشان اوضح لك انا ما بداتش الشكل اللي انت شايفه ده، اللي هو برضو بالنسبه لي انا مش احسن حاجه، بس بالنسبه للسنين اللي فاتت بالنسبه لي انا برضو كده انا افضل بتقدم، ودي حاجه انا مبسوط بيها يعني.
نرجع لموضوعنا بقى. الكي لايت ده هو مصدر الاضاءه بتاعك اللي انت محتاج تكون، لو انت مخليه لمبه، او لو انت غني كفايه او انت معاك فلوس كفايه انك تجيب الجودكس ال 120. انا هسيب لكم اللينكات بتاعتها تحت. انت بتبقى مصدر الاضاءه بعيد شويه عن الديفيوزر او المشتت بتاع الاضاءه بالعربي. مشتت الاضاءه هنا معايا اللي هو الامبريلا، لازم انا ابعده شويه علشان يبقى ناعم. لو انا قربت الامبريلا لللمبه على طول هتبقى الاضاءه عندي شارب على وشي، تبقى شارب. ولو عملت كده ايدي انا وبتكلم معاكم وبحرك بعدتي هيبقى في ظل على وشي، وده حاجه احنا مش عايزينها. فعشان كده انا بعدت شويه الامبريلا بحيث ان يبقى في مسافه بين اللمبه والامبريلا نفسها عشان يبقى الاضاءه ناعمه كده. ده الكي لايت. تاني حاجه بقى انا حابب اعملها، وده الثيم اللي انا بحاول اوصل له بقالي كتير، ان انا اخلي فيه اضاءه ورايا في الخلفيه علشان تعمل ديبث ده او العمق، علشان بالبلدي خالص يعزلني انا عن الخلفيه اللي ورا. مهما كانت حجم الاوضه او حجم الاستوديو اللي انا بصور فيه، انا محتاج ان انا يكون عندي عمق في الصوره، ما تبقاش بتشوف صوره فلات قدامك. وتشيز دي كانت برضو صوره من ضمن صور الفيديوهات اللي انا كنت اصورها في الاول خالص، يعني لان ما كانش عندي الامكانيات والمعرفه اللي عندي دلوقتي. فانا محتاج حاليا ان انا اعزل نفسي عن الخلفيه. فبعمل ده ان انا زي ما كنت بقول لكم بضلم الاوضه خالص اللي انا قاعد فيها، او بضلم الاستوديو خالص، وبشغل الكي لايت بتاعي، وابدا بعد كده اشوف انا عايز اعمل ايه في الثيم بتاعي. انا بحب دايما اشغل الفلور لامب اللي ورا دي، اللي هي لونها اصفر تدي اضاءه صفرا، دي شغاله عشان تدي اضاءه صفرا، وانا بحب اللون الاصفر لان لون الشمس فبحبه دايما، ودي اضاءه صفرا. ومؤخرا قدرت ان اعمل انفستمنت زياده تاني في المحتوى بتاعي، واشتريت 2 من دي جودكس ليد 6R تقريبا. انا كنت جايبهم من امازون، هسيب لكم اللينك بتاعهم تحت، بحوالي 600 جنيه 650 جنيه. المعلومه اللي ما تعرفهاش برضو ليزا، حاليا انا بصور فيديو سعر الواحده وصل حاليا 800 جنيه. انا لسه شايفها امبارح. ليه انا جبت 2 من دي مش واحده؟ علشان كنت حابب اعمل الفيل لايت ده اللي هو في الجنب اللي انتوا شايفينه، اللي هو عامل اللون تقريبا تركواز، انا ما اعرفش في الوان جامد. ليزا بتقول لي ده لون مينت جرين، فعامله اللون المينت جرين ده في الجنب كده. انت ممكن ما تكونش شايفه، بس لو انا طفيته هتعرف تاثيره كان عامل ايه. وفي نفس الوقت عامل الاضاءه اللي هي ورا اللي هي تقريبا عامله لون احمر، انا مش متذكر اللون ايه، بس انا شايفه دلوقتي في العكس بتاع الكاميرا تقريبا لون احمر. فحابب ان انا اعمل ثيم بتاع ايه، الوان في الخلفيه واللون في الجنب ده، ويبقى شكل الفيديو معاكم افضل من هو كان فلات في الاول او اللمبه العاديه دي. لو انت ما عندكش الامكانيات دي دلوقتي، او لو انت بتفكر تقدم محتوى على اليوتيوب او ايا كانت المنصه انت بتحاول تقدم فيها، انا بقول لك في الفيديو ده انك انت يوما ما تقدر تعمل اللي انا بعمله دلوقتي، وتقدر تعمل اللي غيري بيعمله اللي هو افضل بالنسبه لي، اللي هو بالنسبه لي انا البنش مارك، واللي بحاول اخد منه افكار واتعلم ازاي بيظبط السيت اب بتاعه. انت ابدا باي حاجه معاك، طبعا دي حاجه معروفه، ولو انت مش مصدقني شوف فيديوهات الزمنيه هتقعد تضحك كتير، بس يا ريت ما تكتبش كومنتات عليها عشان مش عايزها تظهر تاني حد. تقدر بعدين لما تلاقي نفسك على الاقل واثق انك انت عايز تكمل في اللي انت بتكمل فيها، تقدر وقتها تقدر تحوش او توفر مبلغ معين تشوف يقدر يجيب لك ايه عشان تنمي المعدات اللي معاك في الفيديو او المعدات اللي معاك في الاستوديو. انا اتكلمت في الفيديو ده عن الاضاءه بس، ممكن بعدين نبقى نتكلم عن المايكات او الصوت نفسه، جوده الصوت. ويا سلام على جوده الصوت دي، انا كان عندي برضو رحله فيها، ممكن لو انتوا حابين يا ريت بس تقولوا لي تحت في الكومنتات. النوعيه دي من الفيديوهات ممكن تبقى مش مخصصه للناس المهتمه بالمحتوى المالي اكتر ما هي مخصصه للناس اللي بتفكر تقدم محتوى عموما على الانترنت بصوره فيديو. ففي النهايه انا بشكرك جدا جدا، وبشكرك جدا جدا لو انتم مكملين الفيديو لغايه دلوقتي. اتمنى كنوع من انواع الدعم انك انت تشرفني بانك تجوين مي ان الممبرشيب بتاعتنا على اليوتيوب، تبقى عضو معانا في يوتيوب، وتعمل لايك وتسبسكرايب عندنا في اليوتيوب، وتشغل الجرس، وتاكد انك انت مشغل كل الاشعارات علشان ما يفوتكش اي ريل او اي بوست او اي فيديو طويل زي كده بينزل. وتابعنا على كل السوشيال ميديا، كل اللينكات موجوده تحت. وفي النهايه thank you for watching and see you next video. Bye.